أهلا بكم في عمر الحضارة المصرية القديمة، آخر ندوة من ندوات شهر ديسمبر وآخر ندوة من ندوات سنة 2022. بتتكلم عن عمر الحضارة المصرية القديمة. وعلشان نتناول هذا العنوان الشائك اللي فيه ناس كتير جدا للأسف يعني كاتبة عنه وبيزعقوا في كل مكان، في الجرايد وعلى الإنترنت وفيديوهات وحاجات كتير جديد كتير قوي، ولكن لا حياة لمن تنادي. بيعملوا تعمد في ان هم ما بيسمعوش. والتراك ماشي زي ما هو من دون اي تغيير. فعمر الحضارة المصرية القديمة ده حاجة شائكة قوي وبتحتاج تفكير كتير. يعني احنا دايما ما بينك وما بين نفسك اول ما اتولدنا واحنا عمالين نقول 7000 سنة حضارة، 7000 سنة حضارة، شويتين وقالوا لا ده 6000 بس. 6000 سنة حضارة، 6000 سنة حضارة. طب إذا كانوا 7000 أو 6000 أو whatever كان الرقم، يعني اتحسب بناء على إيه؟ يعني فين التاريخ اللي أنا بدأت من عنده وبدأت أعد واحد اتنين تلاتة أربعة لحد ما وصلت ل7000 أو 6000 سنة حضارة؟ الموضوع ده عشان نتناوله ونوصل إلى أقرب الإجابات صوابا، مش هنقول إن إحنا صح، أقرب الإجابات صوابا، لكن هي في كل الأحوال مش 6000 ومش 7000 ومش 10000، ولكن هو أكثر من ذلك بكثير. كم بالظبط؟ أنا لو قلت رقم هبقى كذاب، لازم أقول ربما. ليه؟ لأن إحنا كلنا بنحاول ندرس، بنحاول نخلي عمر حضارة معينة تتكلم وتنطق من خلال الحجر، من خلال الآثار بتاعتها. فإحنا بنقدر نقول اللي نقدر نوصل ليه النهاردة. قد يكون يتغير اللي اكتشفناه النهاردة ده بكرة، يطلع آثار غيره وتطلع حاجات غيرها. فالحضارة المصرية القديمة من الحضارات اللي كل معلومة فيها ما بين يوم وليلة ممكن تتغير، إن كانت في رقم، إن كانت في ملوك، إن كانت في معلومات، إن كانت في أي حاجة من جوانب الحضارة المصرية القديمة. علم الإيجيبتولوجي علم لا ثابت فيه، سوى مفيش فيه حاجة ثابتة إلا معلومة واضحة وصريحة موجودة على الأثر، مكتوبة ومرسومة، فكلير قوي وواضحة جدا إن ما يبقاش فيها تكهنات أو أخطاء في الترجمة. دي الجزء اللي احنا نقدر نقول عليه ان دي معلومة ثابتة ودليل ثابت لا قابل للتغيير. عشان نقدر نشوف قصة عمر الحضارة المصرية القديمة، هل هي 6 7000 10000 أكتر أو أقل؟ تعالوا نبص على القصة وبدأت منين. طبعا معرفتنا الكبيرة عن الحضارة المصرية القديمة بدايتها وبداية الاهتمام بالاكتشافات الأثرية من زمان جدا، من قبل شامبليون بمراحل وسنين. ولكن شامبليون هو اللي خد الكادر، هو اللي خد اللقطة الأخيرة، فلذلك كل شيء بيرتبط به هو مباشرة. ولكن ملناش دعوة بما سبق شامبليون ولا شامبليون عمل إيه ولا غيره عمل إيه، ولكن خلونا نحكي قصة شوية بعيدة عن الموضوع ده. شامبليون واحد من الناس اللي كانوا مهووسين في أوروبا بالحضارة المصرية القديمة بمحاولة ترجمة اللغة المصرية القديمة. كان أستاذ للغات القديمة في إحدى جامعات أوروبا زي اللغة اليونانية. كان متعلم اللغة القبطية اللي هو الخط الرابع للغة المصرية القديمة في مصر. كان عنده معارف ومعلومات كتير جدا مكنته ان هو بيساهم بشكل كبير قوي في معرفة النصوص و وشامبليون كان دايما بيدور ويلف في أوروبا كلها، عايز حد يا جماعة يمول الحملة بتاعتي أو الرحلة بتاعتي إلى مصر، والاكتشافات الأثرية اللي أنا هكتشفها في مصر، والحاجات الخطيرة اللي أنا عارفها عن الحضارة المصرية القديمة وهقدر أدعمها بالآثار اللي في مصر، واللي هقدر أجيبه من الآثار اللي في مصر. فهي حملة اكتشافات وفي نفس الوقت سرقة، يعني ميكس كده ما بين الاتنين.
فشامبليون فضل سنين طويلة قوي في أوروبا. في التوقيت ده أوروبا كان فيها سلطة ما بتطغى وبتسيطر على السياسة وعلى العسكرية وعلى الحكم وعلى أي حد في أوروبا حاكم أي دولة وأي بلد، ألا وهي البابوية، السلطة الدينية. أوروبا في التوقيت اللي كان عايش فيه شامبليون كانت تحت سطوة دينية. محدش من حكام الدول بتوع أوروبا في التوقيت ده يقدر يخرج عن الإطار المرسوم، وإلا يتم مواجهته بالحرمان البابوي. الحرمان البابوي، وهنا دي حاجة كبيرة جدا، اللي هو البابا بيقول له أنت مش مسيحي، أنت مش مؤمن، أنت اتهمت بالزندقة بالهرطقة إذا خرج بس كده وقال حاجة ما تلدش على دماغ البابوية. ف في وقت من الأوقات تحت هذه السطوة الدينية في أوروبا في الوقت ده، وصل إلى أوروبا زودياك معبد دندرة، شكل مدور كبير قوي مرسوم عليه أبراج فلكية، مرسوم عليه مجموعات نجمية، مرسوم عليه شكل للسماء بما فيها من constellations. هذا الزودياك تم قطعه من معبد دندرة مع غيره من الآثار اللي موجودة في أماكن تانية، ووصل إلى أوروبا علشان يتباع في مزاد عالمي. وزودياك معبد دندرة ده كان هناك خبراء بالآثار، اللي هو الأثر ده مزيف ولا أصلي، مزيف ولا أصلي، هم مش عارفين، مش خبراء في الديتنج، في إن هم يدوا تاريخ للأثر ده بيرجع لفترة إيه، ولكن بيقدروا يعرفوا ما بين المقلد والإيه والأصلي. فخبراء الآثار جم وشافوا الأثر علشان يتم بيعه في المزاد، وبعد كده قالوا لا ده أثر أصلي ما فيش فيه تزييف. ولكن كان هناك كارثة كبيرة جدا، ألا وهي إن تم تأريخ زودياك معبد دندرة بتاريخ وزمن مقترح قبل عصر الطوفان، قبل العصر أو المدة التي حددتها البابوية ببداية التاريخ الإنساني بشكل عام، تاريخ البشرية، عمر البشر على وجه الأرض. ادوا تاريخ لهذا الزودياك بيرجع إلى ما قبل التاريخ التي حددته البابوية. وهنا مأزق كبير جدا جدا للبابوية. إزاي في أثر يبقى موجود على وجه الأرض قبل فترة الطوفان، قبل بداية تاريخ البشرية والإنسانية مرة أخرى بعد طوفان نوح الذي ألغى كل ملامح الحياة على وجه الأرض؟ هنا مصيبة سوداء، في أثر بيعود إلى ما قبل هذه الفترة. وهنا كانوا في مشكلة كبيرة لحد ما جه شامبوليون، وبطريقة ما قال للبابوية وقال للناس اللي موجودين هناك دول إن هذا الأثر يرجع تاريخيا إلى عهد حديث، وهو في العصور الرومانية المتأخرة، ولا يتعدى التاريخ التي وضعته البابوية لبداية الإنسانية والبشرية على وجه الأرض. وهنا بدأ الناس تهدى وبدأت الأمور زي الفل، وأنقذنا شامبليون من مأزق كبير. ولذلك سعت البابوية على أن يبقى هناك ممولين لحملته ورحلته إلى مصر. فدي القصة والبداية جت من هذا المكان، لدرجة أن واحد اسمه الدوق دي بلاكاس، ده راجل فرنساوي. دوق دي بلاكاس ده بيقول ان انا حصلت على اذن لشامبليون لما عمل لهم القصه بتاعت الزودياك ده. فالدوق دي بلاكاس الفرنساوي ده حب يكافئ شامبليون، فحصل ليه على اذن ان هو يدرس مجموعات من البرديات اللي كانت اتسرقت برضه من مصر،
على ايد دورفيتي وجوفاني بيلزوني وكتير قوي كانوا ما شاء الله الحراميه كتير عمالين يجوا في عهد محمد علي ويعبوا اثار في السفن بتاعتهم ويودوا على اوروبا. فمن ضمن البرديات اللي طلعت من هنا من مصر الى اوروبا مجموعه برديات في متحف تورينو في ايطاليا. فكانت البرديات اللي في متحف تورينو في ايطاليا دي ممنوع دراستها، محطوطه في المخازن لسبب ما. فاللورد دي بلاكاس ده حصل لشامبليون على اذن انه يدرس مجموعه البرديات بتاع متحف تورينو ده، بس قال له ايه؟ اكد عليه عدم نشر ما يخالف البابويه في اوروبا. ادرس براحتك، بس اللي تلاقيه موجود على هذه البرديات يخالف البابوية ويخالف العهد القديم والحديث التي قالت به البابوية بأن عمر البشرية محدد بتاريخ معين، خليه في سرك، ما ينفعش يتنشر. ده الدوق دي بلاكاس الفرنساوي. لما شامبوليون جه مصر وبدأت رحلته 18 شهر قاعد في مصر، عمال يتنقل من مكان للتاني من شمال مصر لجنوبها لحد ما وصل إلى النوبة المصرية والسودانية. وفي النهاية ألف كتاب اسمه إيجيبت إيت نوبيا، آثار مصر وإيه والنوبة، ورسم لنا فيه هو والرسامين اللي كانوا معاه كتير جدا من الحاجات الجميلة أوي أوي أوي. فضل يبعت رسائل رسائل ومكاتبات ما بين أصدقائه المهتمين بالخطوط دي في أوروبا والحضارة المصرية القديمة في أوروبا، وما بين أخوه، وكتير جدا. من وسط هذه الرسائل لأخوه كان بيقول لأخوه إيه في واحدة من الرسائل بتاعته، والرسائل دي مجموعة دلوقتي في كتب مكتوبة بالإنجليش والفرنساوي والعربي وكتير جدا من اللغات التانية. فبيقول إيه في الرسالة بتاعته شامبليون لأخوه لما في واحدة من الرسائل بيقول له: لقد حصلت على نتائج مربكة. أنا لقيت معلومات مربكة جدا. ده شامبليون بيكلم أخوه في رسالة من الرسائل لما وصل لمصر: حصلت على نتائج مربكة ولذا يجب إبقاؤها في طي الكتمان. النتائج والمعلومات اللي أنا عرفتها دي هتربك الدنيا، عشان كده لازم تفضل طول عمرها مستخبية. وبعد سنين طويلة جدا من وفاة شامبليون، وبعد تغير الفكر الأوروبي وتحرر الفكر الأوروبي من سلطة البابوية ومن السلطات الدينية والضغط الديني اللي كان موجود هناك، بدأت تظهر هذه الرسائل ويتم ترجمتها ونشرها وأصبحت موجودة للعيان. ولكن مين اللي بيقرأ؟ مفيش حد بيقرأ. شامبليون من بعد رحلته دي أصبحت الحضارة المصرية القديمة محط أنظار الجميع، ولكن الكل بياخدها بترقب. الكل بياخدها بترقب. ليه؟ لأن ما زال هناك سلطة دينية ما موجودة في أوروبا. إذا أي عالم أو أي باحث في الآثار المصرية نشر ما لا يعجب السلطة الدينية، بتتهمه باتهام الهرطقة، بتخرجه من الإيمان وتتهمه اتهامات كبيرة جدا، وتروح مدياله الحرمان من الكنيسه. الحرمان من الكنيسه ده كان بيذل اتخنها رئيس دوله في اوروبا. لو قريتوا تاريخ اوروبا في العصور الوسطى هتشوفوا مهازل، هتشوفوا مهازل لدرجه ان في اوقات معينه البابويه لما قالت ان اللي يتعب ما يتمش معالجته، ولكن هذا المرض انما هو عقاب الرب، ما كانوش بيرضى يعالجوا الناس. واللي يعالج حد ويخترع اي عقار يحرم من الكنيسه ويحرم من الايمان وبيروحوا في اتجاهات غريبه جدا. فالبابويه في الوقت ده كانت مسيطره. العصور الوسطى او العصور المظلمه اللي كانت فيها اوروبا كانت مخليه الجميع بيشتغل، ولكن بحرص شديد، لدرجه ان في من ضمن الأثريين راجل جميل جدا اسمه دي روجيه. دي روجيه فرنساوي. دي روجيه ده عمل كتاب كده وكتب عنوانه، يعني حط عنوان للكتاب ده تايتل: قصص من 4000 سنة. قصص من 4000 سنة قبل الميلاد.
اتهموه القساوسة بالهرطقة، وتم حرمانه من الكنيسة، وقامت عليه الدنيا وما قعدتش. ليه؟ لأنه تجرأ وتعدى رقم 3200 قبل الميلاد لحد 3600 قبل الميلاد، تطلع 4000. هنا بقى انت كده بتتكلم في حاجات تانية. 4000 قبل الميلاد معنى كده ان انت بتتكلم ان في حضارة وفي ناس وفي اثار وفي دنيا وفي كذا، وفي غلط في الكتابات اللي موجودة، وفي خطأ في الايمان الديني، وفي كذا وفي كذا. فتم اتهامه بالهرطقة لمجرد انه كتب كتاب باسم قصص من 4000 سنة قبل الميلاد. عشان بقى نرجع لهذه القصة، طبعا الاكتشافات ما بعد الحداثة وما بعد رجوع الجانب، سطوة الجانب الديني، سواء بقى العهد القديم، العهد الحديث، الإسلام أو وات ايفر، العقيدة والدين في اتجاه بيعلموا الناس معاملات الحياة اليومية، بيعلموا الناس كذا، هي أخذ بالعبر أكثر ما هي مصادر تاريخية يتم الاعتداء بها. يعني لو هنقارن في أي عقيدة أو أي دين، الكتب المقدسة اتكتبت، اتعملت، أوحي بها من أجل أخذ العبرة والعظة قبل إنها تكون كتب تاريخية. القصة بتاعت الخضر مش مهم هو بني آدم ولا هو تمثيل للقدر، أكتر من إن إحنا ناخد منه عظته إيه. مش مهم هو جنسيته كان عربي ولا كان مصري، ولا القصة حصلت في أنهي مكان. لا بيهتم بالجغرافيا ولا بالتاريخ بتاع الأحداث، أكتر ما هو بيهتم الكتب المقدسة بالعظة والعبرة من وراء هذه القصة. فإذا الكتب المقدسة لها كل الاحترام والوقار ككتاب مقدس يحدث ويخاطب الروح، ولكن ما هوش كتاب تاريخ ناخد على أساسه ونؤرخ أحداث، لأن كلمة تاريخ وحدث يلزمها أشخاص ومسرح للأحداث وأحداث بتجري ونهاية لهذه الأحداث وتاريخ معلوم لهذا الحدث حصل فيه. إذا واحدة من الخمس أركان بتاعة الحدث تم إبهامها، اختفت، يبقى إذن إحنا هنا مش قدام حدث تاريخي. عشان كده لما بنيجي نتكلم بقى عشان نحقق في قصة عمر الحضارة المصرية القديمة، ناخد أول ستيب عندنا، وهو إحنا منين بنجيب معلوماتنا التاريخية. لما أكلمك وأقول لك الملك الفلاني حكم كام سنة، منين أنا جبت المعلومة؟ مصادر دراسة التاريخ المصري القديم أو أي حضارة في العالم بتتقسم لحاجتين. المصادر بتاعت المعلومة إما آثار شاهدة على العصر والفترة، يعني أثر من نفس العصر نفسه شاهد على العصر مكتوب عليه أحداث، أو كتابات المؤرخين والرحالة القدماء اللي زاروا هذه البلد في وقت معين وكتبوا عنها مشاهداتهم اللي شافوها. طبعا أول ما بنتكلم عن مصادر تاريخ المصري القديم، بنلاقي ان معظم الناس بتقول هيرودوت قال، وهيرودوت زار مصر، وهيرودوت اتكلم عن مصر، وهيرودوت ابو التاريخ وصاحب مقولة مصر هبة النيل. كلنا عارفين هيرودوت، لكن ما حدش يعرف مانيتون المؤرخ المصري ده يطلع مين. كلنا عارفين ديودور الصقلي وهيكاتا الأبديري وكتير جدا من المؤرخين اليونانيين والرومان اللي زاروا مصر في فترات العصر المتأخر بتاعها وضعفها، ونعرف كتاباتهم وقرينا، لكن محدش يعرف مانيتون. ده مؤرخ مصري يعرف اللغة المصرية القديمة كويس، كبير علماء المعبد، وكان بيحاضر أستاذ محاضر في مكتبة الإسكندرية في العصر البطلمي. شخصية ما هيش سهلة ومش قليلة، وما هوش حد كده معتوه بيكتب بمزاجه وخلاص. ولكن احنا ما نعرفش تاريخ مانيتون.
ما نعرفش مانيتون كتب ايه عن التاريخ المصري، في حين ان هو راجل مصري عارف اللغة المصرية القديمة، عنده سلطة إدارية تمكنه انه يدخل كل المكتبات المصرية اللي فيها الوثائق اللي جوه المعابد اللي في بر مصر كله من الشمال للجنوب، لكن غيره ما يقدرش. هيرودوت لما جه مصر كان بيسمع من الناس اللي في الشارع ويحكي الحواديت اللي بيقولوها، واللي ما يعجبوش ما يكتبوش، واللي يحس انه غريب شويه وابنورمال وهيعمل سسبنس يكتبه في الكتاب بتاعه. لكن مانيتون ده راجل حاطط منهج علمي، راجل بيجيب المعلومه بتاعته من وثائق وبرديات موجوده في مكتبات بتاعت معابد، والمعابد دي والمكتبات دي ما ينفعش يدخلها الا صاحب اللي واخد بريميشن. فده مش حد بيكتب بمزاجه، راجل بيعرف اللغه المصريه القديمه، يعني عارف اللي مكتوب على الحيطه ايه وعلى البرديه ايه، وراجل اتكلف بكتابه التاريخ المصري القديم بناء عن امر ملكي لملك من ملوك البطالمه اسمه بطلميوس الثاني. كلف هذا الرجل اكتب لي التاريخ بتاع ملوك العظام بتاع البلد دي عشان نعرف نشوف هم بنوا الحضاره دي ازاي، وازاي كانوا بيديروا هذه البلد وبيديروا المشاكل الاقتصاديه او الاجتماعيه اللي منها. فالراجل ده واخد وقت، واخد سلطه، واخد كل السلطات اللي في ايده اللي تعينه على كتابه هذا المؤلف ايجيبتياكا، التاريخ بتاع الملوك المصريين. وكتبوا باللغة اليونانية لغة الحكام، وكتبوا بالمصري مرة تانية، وكان موجود منه نسخ كتير جدا مكتوبة موجودة في مكتبات مصرية زي مكتبة اسكندرية، وكان منه نسخ بتتاخد لمكتبات الحضارات القديمة زي بلاد الشام وغيرها من البلاد التانية. أي نعم المؤلف بتاعه والنسخة اللي كانت موجودة في مكتبة اسكندرية اتحرقت مع حريق المكتبة في العصر نهايه العصر البطلمي، الا ان في مؤرخين كانوا بيجوا مصر، رحاله كانوا بيجوا مصر، كانوا بياخدوا كوبي بيست من الكتاب بتاعه ويحطوا في الكتب بتاعتهم ويسافروا مره تانية. فاحنا اعدنا تكوين هذا الكتاب مره تانية. فمينيتون ده راجل خطير جدا، وراجل اتكلم عن التاريخ المصري القديم بشكل غريب جدا. مانيتون لما جه يتكلم عن التاريخ المصري في الكتاب بتاعه راح مقسمه لفترات حكم مختلفة. عمل فيه إيه؟ قال لك فترة حكم النترو إلى أرض مصر، اللي هم النورانيين، أشخاص ذو قدرات خارقة whatever صفاتهم إيه، هم نترو. نترو وفترة حكمهم لأرض مصر. والنترو دول حدد مانيتون ليهم فترة حكم الأرض مصر 36620 سنة. رقم. بعد كده قال إن هناك بعد هؤلاء النترو جم ناس تانيين حكموا سماهم شيمسو حور. شيمسو حور، وحدد ليهم فترة حكم حكموا فيها أرض مصر 13420 سنة. وبعد كده قال بداية الأسرة الأولى من الحكام أتباع حورس أو الحوريين أو البشر، اللي هو أولهم الملك مينا. يعني الراجل ده اتكلم عن فترتين حكم لأرض مصر قبل الملك مينا نفسه ما يجي يحكم، اللي هو حطه بقى على رأس الأسرة الملكية الأولى من حكم البشر، من حكم الناس العادية، من حكم أصحاب القدرات الأقرب للبشر منها إلى القدرات الخارقة. يعني كان تقريبا مصنف الناس اللي حكموا إلى ناس أصحاب قدرات خارقة جدا نورانيين، ناس تانية أقل منهم قدرة، وبعد كده الناس اللي هم الحوريين او اللي هم اتباع حورس او من نسل حورس اللي اولهم الملك مينا. فحط 36620 سنه للنترو، وحط
13420 سنة للشمسو حور اللي جم من بعدهم، وبعدين حط الملك مينا. ولما حط الملك مينا أرخه ب 5004 قبل الميلاد، مش 3200. 5004 قبل الميلاد. يعني في فرق ما بين 3200 قبل الميلاد اللي هو التاريخ بتاع المتحف البريطاني اللي منتشر في كل مكان في العالم وفي كل كتب الدنيا، لده بيقول 5004 قبل الميلاد. فالموضوع فرق كبير جدا. شوف انت بتتكلم في فرق قد ايه ما بين 5004 ل 3200 قبل الميلاد، احسبوها انت. فمانيتون مؤرخ مصري، عالم ومدرس، كان عايش في الوقت البطلمي، مدرس للتاريخ ومدرس للطب في مكتبة اسكندرية. اتكلم وحط هذا التاريخ. وبالمناسبة احنا لما بنقول ان العصر المصري القديم مكون من 30 أسرة ملكية اللي هو عصر الدولة الموحدة، التاريخ ده والأسرات دي احنا ماشيين على نفس التقسيمة بتاعت مانيتون. يعني المؤرخين والأثريين في العصر الحديث خدوا اللي على مزاجهم وسابوا اللي مش على مزاجهم. خدوا اللي على مزاجهم من الراجل ده ان هو قسم الاسرات، قسم التاريخ اللي هو بتاع الدوله ل 30 اسره، وخدوا التاريخ بتاعه والتقسيم والترتيب بتاعه بتاع الاسرات. بس ما عجبهمش التواريخ اللي هو حاططها لكل ملك حكم امتى وكم سنه. قالوا لا، الراجل ده بيخرف في الحته دي، لكن هو كويس في الحته دي. فهو خدوا اللي على مزاجهم وسابوا الايه الجزء الثاني. ولكن حتى لو قلنا ان مانيتون راجل مخرف، هنمشي لأبعد الحدود، إلا إن في حاجة تانية ظهرت في منتهى القوة. بردية من البرديات اللي تم اكتشافها في مصر في الفترة برضو بتاعت الملكية أثناء السرقة بتاعت الآثار المصرية، وبطريقة ما راحت إلى متحف تورينو في إيطاليا، اسمها بردية تورين. البردية دي في غاية الخطورة. البردية دي مش من عصر بطلمي، مش من عصر روماني، مش من العصر المتأخر بتاع الحضارة المصرية القديمة، مش من أي عصر ضعيف. البردية دي اتكتبت في عصر الملك رمسيس الثاني. بردية اسمها بردية تورين، مكتوبة في عصر الملك رمسيس الثاني، مكتوبة بالخط الهيراتيقي. والخط الهيراتيقي ده مش أي حد يقدر يكتبه ولا أي حد يقدر يتعامل معاه. الخط الهيراتيقي هو الخط المستخدم من علماء المعابد، يعني اللي كتب البردية دي وحط التاريخ اللي فيها والكينج ليست اللي موجودة جواها، ناس من جوه المعبد المصري، من العلماء بتوع الفلك، الناس اللي ماسكين التاريخ، الناس اللي بيقولوا السنة الأولى من حكم الملك الفلاني حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وبيعملوا الدوكيومنتري. الخط الهيراتيقي مش خط سهل، ومش أي حد يتعامل ويتكلم أو يكتب بيه في مصر القديمة. اكتشفت البردية دي سنة 1818 وراحت على متحف تورينو في إيطاليا. البردية دي فيها أسماء 340 ملك. 340 ملك، بتبدأ من عصور ما قبل الأسرات وبتنتهي في عصر الملك رمسيس الثاني. 340 ملك موجودة في هذه البردية، وكل ملك مكتوب اسمه وتحته عدد سنين حكمه بالسنة والشهر واليوم. حكم كم سنة وكم شهر وكم يوم. بردية هرطقية عصر الملك رمسيس الثاني، أعظم وأرقى وأقوى العصور المبهرة والزاهرة للحضارة المصرية القديمة. العصر بتاع الأسرة 18 و19 و20، عصر الإمبراطورية اللي مصر وصلت بحدودها إلى أقصى اتساع ليها لحد ما كون جزيرة صقلية وجزر مالطا وروديس كلهم تحت السلطة المصرية. جزء كبير جدا من ليبيا، مشينا بلاد الشام، وصلنا لحد حدود دجلة والفرات في العراق.
النوبة السودانية لحد منتصف السودان، كل دي أرض تابعة للإمبراطورية المصرية، حدود اليمن وجزء كبير جدا من شبه الجزيرة العربية. عصر قوة في كل الاتجاهات ومن ضمنها العلم. 340 ملك مؤرخ أسمائهم باليوم والشهر والسنة. البردية دي عملت حاجة غريبة جدا. إيه هي؟ حطت نفس التقسيم اللي عمله مانيتون. حتى إنها بتقول إن في حكام حكموا مصر قبل عصر الملك مينا، وحطت ليهم 13420 سنة. مجموع سنين حكم الملوك اللي قبل الملك مينا، اللي حكم مصر قبل الملك مينا، اتحط ليهم 13420 سنة، اللي هم الفترة اللي قبل الملك مينا مباشرة، اللي هم أتباع حورس، اللي هم الشمسو حور، اللي مانيتون قال عليهم وقال إن كان من قبلهم كمان النترو، اللي هم النورانيين اللي عندهم القدرات الخارقة الكاملة. معنى كده إن مانيتون لما جه يكتب التاريخ المصري القديم، طالما برديه زي برديه تورين قالت نفس الكلام اللي مانيتون كتبه بعد مده البرديه دي بالاف السنين من عصره هو، معنى كده ان مانيتون لما كتب التاريخ المصري رجع للدوكيومنتري والوثائق اللي موجوده في كل المعابد المصريه اللي بتأرخ للملوك، زي برديه تورين، زي حجر باليرمو، زي قائمه معبد الكرنك، زي قائمه معبد ابيدوس، زي كتير جدا من القوائم الملكيه اللي موجوده في كل حته، يا اما على الاثر على الحيطه او في برديه، وبتتكلم عن ترتيب الملوك المصريين من فترات وعصور مختلفة كتيرة جدا. فإذا مانيتون التاريخ بتاعه ما هوش مغلوط، التاريخ بتاعه ما هوش كاتبه من وحي الخيال، التاريخ بتاعه ما كتبوش بأمر أو بطريقة فيها تأثر يوناني أو كذا، زي ما كتير جدا من الناس اللي بتتهم مانيتون باتهامات كتيرة جدا علشان تتفه من التاريخ اللي هو كتبه. فاحنا عندنا قوائم وعندنا آثار وعندنا شواهد أثرية أعظم وأرقى وأوضح مليون مرة من إن أنا آخد بتاريخ واحد من المؤرخين زي جيمس هنري بريستد، مش قوي. زي فلندرز بيتري، مش قوي، لأن فلندرز بيتري ده لما حط تاريخ قال يا جماعة 3200 قبل الميلاد حكم الملك مينا، وما قبله ما كانش فيه أصلا حضارة ولا تاريخ خالص. بعد كده قالوا لا، هو في الحقيقة قبل الملك مينا كان فيه 5000 سنة قبل الميلاد كان فيهم حضارات مصرية، زي حضارة مرمدة بني سلامة، حضارة البداري، حضارة نقادة. فهم أضافوا بعد ما كانوا بيقولوا الأول 3200 قبل الميلاد، أضافوا 5000 قبلها بحالهم كده للحضارات اللي سبقت عصر الملك مينا. تعالوا ندخل على اللينك مرة تانية وناخد بقى الجانب الفلكي لعمر الحضارة المصرية القديمة، ونشوف هو كمان بيقول لنا الموضوع واصل لحد فين.